طبعا تنافس كبير في هذه الفترة بين عديد الأسماء وفي مختلف المراكز من أجل جلب اهتمام الناخب الوطني. هذه كرة والإمكانية التسديد والهدف الأول. الهدف الأول إسماعيل الحداد. إسماعيل الحداد يستلم كرة في ظهر إبراهيم باكايوكو، يخير الزاوية في مرمى محمد أمين بورقادي ويمكن الوداد من افتتاح التسجيل. يتوجه مباشرة إلى مدربه فوزي المنزرتي. إسماعيل الحداد يفتتح التسجيل. شوف الكرة استلام، ممكن فكر في لعبة تسلل دفاع الجيش الملكي، سريع ينطلق من ظهر المدافعين إسماعيل الحداد وبتسديده يغير الزاوية في مرمى محمد أمين بورقادي. 1-0 للوداد، 1-0 للوداد وفرحة إسماعيل الحداد بهذا الهدف الأول يأتي في 10 دقائق منذ انطلاق المباراة. تتغير النتيجة وممكن مع تغيير النتيجة يتغير إيقاع ونسق المباراة. تمشي كرة المهدي الخلاطي، باكايوكو يتحمل مسؤولية محور دفاع فريق الجيش الملكي في هذا الهدف. قلت كلمة ترجع كرة بالراس أليخاندرو كينتانا. أمين التغزاوي انطلاقه من أمين الحسوني، يلعب قصيرة حسوني لإسماعيل الحداد، إمكانية تسديد جول. هدف ممتاز للوداد، هدف ممتاز للوداد. محمد نهيري الظهير الايسر يحط كرة في سقف المرمى، يباغت محمد امين بورقادي، يمضي الهدف الثاني للوداد. شوف تمريرة الحداد والنهيري، كان متقدم نسبيا بورقادي ومحمد نهيري، القوة والدقة بداخل الرجل، كان متقدم نسبيا محمد امين بورقادي حارس الجيش الملكي في هذه الكرة. وتسديدة نهيري يمضي من خلالها الهدف الثاني للوداد. 2-0 مطلع دقيقة 18، مطلع دقيقة 18 الوداد يتقدم على الجيش الملكي بهدفين مقابل 0. اسماعيل الحداد في دقيقة 10 ومحمد نهيري يضيف الثاني في دقيقة 18. الركنية الرابعة للوداد منذ بداية المباراة، تنفيذ ثنائي. نهيري يرفع كرة، نهيري لأمين عطوشي، الثالث جول، جول. شوارع في دفاع الجيش الملكي، شوارع في دفاع الجيش الملكي، تقريبا 3 تمريرات يلقى وقته الوداد في كرة من أمين عطوشي، يماد والتغزاوي بتسديدة قوية ما عنده حتى حل بورقادي ليسدها. هذه كرة مرفوعة من نهيري، يمشي للمتابعة عطوشي، أسبق من بورقادي بالقام الأول ودون رقابة أمين تغزاوي بتسديدة قوية. قلت ما عنده حتى حل محمد أمين بورقادي في إيقاف كرة التغزاوي، يرفع الحصيلة إلى 3-0. 3-0 بعد 33 دقيقة، يعني بمعدل هدف للوداد كل 10 دقائق. أمين التغزاوي يضيف الهدف الرابع في دقيقة 33 ويدعم أسبقية الوقت. حداد في دقيقة 10، محمد نهيري في دقيقة 18 وأمين التغزاوي في دقيقة 33. نهيري سلاح الدين السعيدي، ترجع كرة الشيخ كومارا مع ابراهيم البسخودي، مادامش خطا، امكانيه لفريق الجيش الملكي. يرجع دفاع الوداد، توفيق اشروتن يدخل منطقه يسدد جول. هدف ممتاز فيه الكثير من الاصرار من توفيق اشروتن، رغم انه كان بين 3-4 مدافعين لفريق الوداد. شوف اصرار اشروتن في انهاء الكرة في مرمى العروبي. انطلاقة كانت من املود
التمهيد. شوف شروتن يبعد على نصير، يبعد على امين عطوشي، وتسديده يباغت زهير العروبي، يظلل الفارق لفريق الجيش 5 دقائق قبل نهايه الوقت الاصلي للشوط الاول. 3-1 شوط اول و45 دقيقه واعده على مستوى التهديف. قلت تبقى هذه المواجهه من اهم المباريات والمواجهات على مستوى الدوري المغربي.